عدنا بعد استراحة قصيرة مع الشيخ أحمد ونكمل معه الأسئلة ونقول ماذا فعلتم في المساجد؟ هل قمتم على توعية المصلين والناس على حرصها والحفاظ على ألا تنخرط في أعمال الشغب والبلطجة التي نراها في هذه الأيام؟ هو المساجد دورها ان هي توعية الناس، يعني هو أصل المسجد ان هو يدعو إلى توعية الناس بأموره الدينية والدنيوية، ومن أجل وأعظم الأمور التي يدعى إليها الناس هو الحفاظ على الأنفس والأعراض والأموال وغير ذلك. فلابد المسجد ده يكون صوته يعني يعلو فوق كل الأصوات، ولابد الدعاء ان هم يكونوا على قدر المسؤولية فيتكلمون فيما يمس الناس من حاجاتهم الدينية أو الدنيوية، ولا ينسون أن مهمتهم الأصلية هو تعبيد الناس لرب الناس بأن تجعل الناس يعني على كلمة سواء، ويعني تكون يعني مع الناس قلبا وقالبا في معايشهم وفي معادهم وفي كل أمر، ولا تتخلف عن الناس أبدا، بل تكون لأنك واحد منهم ولست غريبا عنهم. من بعد الثورة لاحظنا أن البلطجة والسلاح ازدادت في الشوارع، هل يرجع ذلك إلى الانفلات الأمني أم من البطالة؟ هو طبعا يعني الثورة يعني بيبقى شيء غير مألوف، يعني بمعنى أي ثورة بتقوم بتبقى يحصل فيها ما فيها من المخالفات والهياج والقتل وغير ذلك، لأنها يعني تأتي على نقيض ما كان سبق. يعني نقيض ما كان سبق كان يعني الموضوع كان مستتب ولا أحد يتكلم، فجاءت الثورة فأصبح الآن الكل يتكلم، يعني الكل يتكلم، الصغير والكبير والعالم والجاهل وغير ذلك. وما هو دور المسجد والمشايخ في هذه الحالات؟ فالانفلات الأمني ده يعني ليه حاجتين، إما انفلات أمني ذاتي بمعنى أن رجال الأمن نفسهم مش عاوزين الأمن يعود إلا على طريقتهم الخاصة، أو انفلات أمني من الناس. فكلا الجانبين لابد ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه. الرجل الامن نفسه لا يعني يقول مثلا يرجع كما كان يريد ان يكون صاحب الكلمه وصاحب الراي وكذا، ولا يعلو صوته والكل الناس دونه عبيد وغير ذلك، وهذا مرفوض، لانه في النهايه هو يعني الرجل يؤدي دوره الذي يراد منه. وكذلك الناس لابد ان تنظر الى ضابط او فرد الامن على أنه مطلوب منه أن يوجل، أن نبجله وأن نعطيه قدره حتى يستطيع أن يقوم بمسؤولياته. فالأمر مشترك ما بين الشعب وبين الشرطة، حتى يعني الدائرة تنحسر ونعرف من الذي لا يريد أن يعمل من الشرطة، وكذلك من الذي يريد أن يخرب من الجمهور. أما إذا تركنا الأمر هكذا فلا عبرة في رأيك من هم المتسببين الرئيسيين في الانفلات الأمني والأخلاقي في الشارع؟ هو يعني هقول لحضرتك على حاجة، في شيء مهم جدا لازم نعرفه، كل إنسان ما بينتفعش بشيء، يعني في بعض الناس كده لا تنتفع بالشيء فتضره، يعني تقوم ان هي تضره، زي الطفل كده لما يكون مثلا مش منتفع بالشيء فيكسره. ليه؟ لأنه هو مش فاهمه أو مش عارفه. يعني كذلك اللي هو مش منتفع بالثورة أو اللي كان منتفع بالنظام السابق ولقى ان الثورة دي مش معاه فعاوز يعوق مسيرة الثورة. فلابد ان الناس دي اولا يدعون الى الحوار، من يريد منهم الحوار ومن لا يريد الحوار لابد ان يعاملوا بالقانون، ولابد ان تكون يعني يؤخذ على ايديه، لابد ان يؤخذ على ايدي كل من لا يريد العدل ولا يريد ان الناس تعيش في امن وسلام هكذا. اما من يعني له مطلب وحتى يكون هذا المطلب في غير موضوعه الآن لابد أن ينصت ويسمع إليه حتى لا يستغل من قبل الذي لا يريد الاستقرار. الأحزاب والتيارات الإسلامية تحمل جبهة الإنقاذ تحملها الأعمال الشغب في الشارع، وجبهة الإنقاذ تحمل التيارات الإسلامية والرئاسة سبب ذلك. كل له نصيب من الخطأ، يعني وما أبرئ نفسي، لا التيارات الإسلامية تبرئ نفسها بنسبة 100% ولا التيارات الأخرى تبرئ نفسها بنسبة 100%، كل له نصيب من الخطأ. التيارات اللي هي الإسلامية يعني هي تريد أن يعني لا ينتظر، يعني الناس التيارات الإسلامية عاوزة الناس ما تنتظرش عليهم، لا الناس الناس عاوزة المصلحة على طول، والتيارات الإسلامية عاوزة الناس تنتظر حتى يستتب الأمر، والتيارات الثانية تستغل هذه الفرصة وتهيج الناس ضدهم، ماذا فعلوا لكم، ماذا قدموا لكم وغير ذلك.
فأنا بقول إن المفروض إن الناس يعني إحنا صبرنا 30 أو من أيام الثورة 52 أكثر من 60 سنة، والناس في جد يعني، والناس يعني في شقاء وفي بؤس إلا من رحم الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلا بد الناس تصبر وتنظر. يعني احنا مثلا خليهم احنا الرئيس حسني مبارك 30 سنة والناس كانت لا تتكلم، فنخليهم 34 سنة وننظر. التيارات الإسلامية نجحت واستمر وإلى ما تريد فبها ونعمة، وإلا فلا بد أن تغير يعني من سياستها ومنهجها، وكذلك التيارات الأخرى أن تتعاون مع التيارات الإسلامية. فلا أحد يدعي نفسه العصمة سواء التيارات دي أو التيارات دي، لأن التيارات برضو اللي هم بيسموها الليبرالية فيها ناس يعني قد لا يميلون إلى سمت الإسلام، ولكن يميلون إلى الإيه؟ إلى الإسلام نفسه. يعني لا يميلون إلى السمت اللي هو السمت الملتحي أو الجلباب أو غير ذلك، فيعني قد لا يميلون إلى ذلك، ولكنهم يميلون إلى الإيه؟ إلى ما يراد بالإسلام اللي هو العدل والمساواة والحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذا. ولكن هو يريد أن يكون مصر بما يريده هو، وأنت تريد أن تكون مصر بما يريد، فنحن بد يكون في نقطة التقاء نلتقي. يعني التيارات الإسلامية لابد أن تنظر إلى هؤلاء الناس على أنهم مخلصين، وكذلك على أنهم كذلك الفريق الآخر أنه مخلص، حتى يعني إذا حسنت النوايا كانت الأرضية مشتركة. أما إذا اتهمت هذا بأنه غير مخلص وهذا عميل وهذا يريدك أنك متشدد في الدين وتريد أن تطبق شرع الله بما تريد أنت لا بما يريد الشرع، لا زال الشقاق واقع ولا زال الأمر لم يأتي ثمره بعد. في رأيك ما هو الحل لإعادة الانضباط في الشارع؟ هو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي القاعدة، لابد هذه القاعدة أن نولي الله عز وجل من أنفسنا أننا نحبه ونحب رسوله وأننا متمسكون بشرعه. والله عز وجل سبحانه وتعالى يعني لا يرزق أحدا بذاته، يعني لأنه هو الذي يسعى ويجد ويجتهد، لا. فمن الذي يرزق يعني الحيوانات التي لا تجيد مثلا عملا ولا تجيد كذا، وذلك الله عز وجل. فالإنسان لابد إذا أراد أن يغير الله عز وجل حاله لابد أن ينظر حاله مع الله ابتداء، ولابد هذا يكون على المستوى الجماعي. فأنا في بيتي أمر أولادي أمر زوجتي وأنت كذلك، وفي المسجد هنا نأمر بعضنا بالمعروف، حتى يعني إذا عم الأمن يعم يبدأ الأمن منك أنت، من بيتي، من المسجد، من المدرسة، من العمل، من الشغل. وأما إذا نظرنا إلى بعضنا إلى بعض أننا لابد أن التغيير ليس من عندي بل أنت لا تغير نفسك، لا. زي ما أنا عندي خطأ أنت عندك خطأ، زي ما أنا عندي حسنات أنت عندك حسنات، يعني نحسن بعضنا بعضا ويتغاضى بعضنا عن بعض الأخطاء، ولا ينظر أحدنا إلى أخيه بعين الريبة على أنه لا يفهم ولا يفقه وأنه صاحب الرأي وصاحب الكذا، لا. كلنا يعني كل يؤخذ من كلامه ويرد كما قال الفقهاء. فالأمن يأتي ذاتيا وبعد ذلك يأتي إداريا، يعني يأتي ذاتيا مني ومنك، وبعد ذلك يأتي إداريا بأننا ننصب من يقوم بالأمن وغير ذلك. أما لأن في قاعدة بتقول أن مهمة الشرطة، عشان القاعدة دي الناس تحفظها كويس جدا، أنها لا تمنع الجريمة ولكنها تحد منها. ده علوم بتدرس كده، أن الشرطة لا تمنع الجريمة، لأن الجريمة دي حاجة ذاتية. لو أنا قمت دلوقتي خربت، الشرطة هل تعلم الغيب؟ ما تعلمش الغيب. هتيجي تعمل تحد من الجريمة، تمنعني من أن أنا أنتشر وأقتل وأخرب. فالأمن لابد أن يكون ذاتي، أن آمن أنا على نفسي وعلى من أعول، وأن أكون أمينا على غيري وغير ذلك. وبعد ذلك يأتي دور الشرطة في الحد من الإجرام، لا منع الإجرام، لأن الناس تحمل الشرطة فوق طاقتها وتريد أن تكون الشرطة هي أنت، لا. أنت الشرطة والشرطة أنت هي بإدارتها، وأنت بذاتك كلنا نلتقي ونتعاون مع بعضنا البعض. الناس في الشارع تقول ضعف سياسة الرئيس محمد مرسي هي السبب. هو ليس يعني ما نصوش بالضعف، ولكنها يسميها بالحلم في غير موضعه. يعني هو حلم وصبر في غير موضعه، ولكنه ليس بضعف. فالرجل يعني أحسبه والله حسيبه، هو رجل قوي، ولكنه يحتاج إلى شدة، ولكن شدة في موضعها. فلابد إذا اتخذ القرار أن يدرسه جيدا حتى لا يتراجع عنه، لأنه اتخذ كثير من القرارات
وبعد ذلك تحت ضغوط سياسية وضغوط شعبية يعني تراجع عنها. لا، انت رئيس دولة لابد ان تدرس قرارك قبل اتخاذه، حتى اذا يعني اتخذته كان في موضعه، ولا بد ان تجد رجالا اكفاء يعونونك على هذا، وان تنصت للمخلصين وان قلوا، وان يعني في الجانب السياسي تنصت للاقتصاديين، في الجانب السياسي للسياسيين. يعني المخلص مخلص في عمله، وكذلك مخلص في ادارته. قد يكون الإنسان مخلص ولكنه لا يجيد الإدارة، فهذا يستمع إليه من باب النصيحة. أما من باب الإدارة فقد لا يكون الإنسان غير مخلص ولكنه في الجانب الإداري عملي، فهذا يؤخذ في الجانب الإداري ويترك في جانب الإخلاص، وهذا يؤخذ في جانب الإخلاص ويترك في جانب الإدارة. فأنا أهيب بالرئيس محمد مرسي إن هو لابد أن يكون حازما، ولكن حزما في موضعه، وأن يكون حليما في موضعه، وأن يعاقب الناس بالقانون، لا يعاقبهم لأنهم مجرمون فقط، ولكن لأنه يريد أن يحقق الأمن والأمان. وفي النهاية أحب أشكر الشيخ أحمد حسين على سعة صدره والإجابة على هذه الأسئلة بكل صراحة وصدق. أشكركم وإلى اللقاء مع ضيف آخر. أنا كلامي ده طبعا يعني قد يخطئ وقد يصيب، وقد يكون يعني كويس أو يكون غير كويس كما تعلمون، ولا أقصد بكلامي هذا شخص بعيني ولا حزب ولا كذا بغيري، إنما قلت هذا لوجه الله عز وجل. فأنا يعني لا أوجه سياسة ولا غير ذلك، ولكن أعبر عن مواطن بسيط. فأنا يعني مواطن بسيط، يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني، اللهم تقبل منا وارحمنا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.